كريم النهار وكريم الليل من يوسن هيرون فيلر. ايه الفرق بينهم؟ وفعلا بيجيبوا نتيجة؟ ولازم استخدم الاتنين مع بعض؟ كريم الليل وكريم النهار فيهم نفس المكونات الأساسية مع شوية اختلافات بينهم. فالاتنين مثلا فيهم نوعين من هيرونيك أسيد. النوع الأول حجم جزيئاته كبير، وده علشان يفضل على سطح البشرة ويعمل طبقة حماية تحافظ على رطوبة البشرة. والنوع التاني من هيرونيك أسيد حجم جزيئاته صغير، وده علشان يدخل جوه طبقات البشرة ويملى التجاعيد من جوه. وكمان الكريمين فيهم مادة السابونين اللي بتزود إنتاج الهيالورونيك أسيد في البشرة، وبرضه الاتنين فيهم الإنكزولون اللي بتمنع إن الهيالورونيك أسيد يتكسر ونسبته تقل في البشرة. وعشان كده اللي بيميز كريم النهار وكريم الليل من يوسرين هيالورون فيلر إنهم 3X إفكت، يعني مفعولهم ثلاثي، لأنه بيملى ويجدد ويحمي الهيالورونيك أسيد اللي في البشرة. طب إيه بقى الفرق اللي بينهم؟ كريم النهار فيه زيادة على المكونات الأساسية SPF 15، بس لو هتقعدي تحت الشمس كتير يبقى لازم تستخدمي معاه سان سكرين قوي كمان. أما بقى كريم الليل فده بيكون مخصوص عشان يصلح بشرتك وانت نايمة، لأن فيه ديكسابانتينول اللي بيجدد البشرة طول الليل من التعب والإرهاق اللي حصل لها طول اليوم. طب ازاي بقى تختاري مين فيهم المهم بالنسبة لك؟ ده بيعتمد على احتياجات بشرتك وروتين يومك، يعني حاجة انتي بس اللي تقدري تحدديها. بس أكيد مش كل حاجة كاملة. عيوب الكريمين دول إنهم ممكن ما يكونوش مناسبين لكل أنواع البشرة، وكمان سعرهم عالي شوية. بس بقى لو عايزة تعرفي أكتر عن كريمات الليل والنهار بس بسعر أرخص شوية، بشوف الفيديو ده عن كريم النهار وكريم الليل من سيرافي. ولحد ما أشوفك الفيديو الجاي، خلي بالك من بشرتك.